ما زالت مدينة مليليا المحتلة في حالة استنفار قصوى تحسبا لوقوع أعمال عنف والتي اندلعت منذ الثلاثاء الماضي. ويتهم المتظاهرون السلطات المحلية بإقصائهم من برنامج التشغيل المحلي الذي وضعته قصد تشغيل نحو 1500 شخص اعتبارا من شهر دجنبر المقبل. أحداث تعكس تدمر شباب مليليا المحتلة جراء البطالة المتفشية في صفوفهم. النهار اللي كتخرج اللائحه ديال العمال اللي غادي يخدموا اش كيديروا؟ كيختاروا الناس اللي بغاو هما، يعني نصارى. حنا الناس اللي ساكنين هنايا مساكين كيخليوهم، كاين اللي عنده 5 سنين 6 سنين 7 سنين ديال الاقدميه ديال الانام، كيخليو التراما. فهمتي؟ بغاو يحيدوهم، ما يعطيوهم لا خدمه لا والو، وبغاو يخليوهم هنا يهبلوا. غير ما كيفوتوا كاع علينا هنايا، ما كيقولوا لنا والو. الخدمه كيعطيوها، كيجيبوا من برا كيخدموهم باش حنايا يحوزونا لواحد الجهه. هذاك الشيء ما يمكنش. الدراري ديالنا فين غادي يمشيو؟ خلقوا هنا. انا خالق، انا كنمشي ب 47 سنه ما عندي لا والو. عطوني ترانخيريه، انا ماشي ترانخيرو، انا حنايا ماشي ترانخيرو. كيحسبونا هنايا بحال افريكانوس ميغرانتس. شنو هما ميغرانتس؟ سكان الأحياء الهامشية بالثغر المحتل أكدوا أنهم ليسوا على استعداد لتقديم أي تنازلات حول مطالبهم الاجتماعية، مما دفع مندوب الحكومة المركزية إلى عقد اجتماع مع ممثلي السكان في محاولة لنزع فتيل الوضع المتوتر الذي ما زال قائما بالمدينة، خاصة بأحياء كانيداد يدوم ومونتي كريستينا وكابرين ريتاس التي تم تطويقها لتجنب تفاقم الوضع الأمني. دابا الوعود في التشغيل ما كاينش وعود. كاين في التشغيل الحاجه اللي كان تم موجوده في التشغيل، غادي يخدموا على هذا الشيء اللي كاين في بلان ديمبلوس في ديليغاسيون بروفيسيون في مليليا. احنا مطمئنين، احنا حين كاين الحوار، كاين مفتوح الحوار، هذا الشيء مزيان. وعمدت السلطات الأمنية بالمدينة إلى إلقاء القبض على مجموعة من الشباب الذين انتفضوا ضد إقصائهم المتعمد من لائحة المستفيدين من برنامج التشغيل الذي وضعته الحكومة، ويرتقب أن يتم تقديم 8 منهم أمام إحدى المحاكم المدنية.